السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده قلنا نبيع على نفسنا ونعمل كوكتيل، ومعانا جوافه وفراوله ومانجا وتفاح وموز. ونحط الجوافه في الخلاط ونحط الميه والسكر ونضربهم كويس جدا ونصفيهم ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا رسول الله. وبعد كده نحط الفراولة ونحط السكر والمية ونضربهم. وانا هنا ضربت المانجا عشان هي كده كده كانت متفرزة، فعشان نوفر وقت الفيديو. وبعد كده هنحط الجوافة ونحط التفاح ونحطه بالراحة عشان ما ينزلش تحت في قاع الكوباية. وهنحط في كل كوباية معلقتين تفاح. وهنحط برضو نجيب الموز، ولو في عندكم رمان عنب اي حاجة موجودة عندكم تمام جدا. ده الكوكتيل دوت احنا بنتحكم في الحاجات اللي جواه زي ما احنا من عند الحاجات الموجودة عندنا. وبعد كده هنحط الجوافة الفراولة قصدي بشوي بالراحة عشان ما يختلطش بالجوافة. وكل كوباية كده هنديها حبة فراولة. وبعد كده هنحط التلج عشان لما نيجي نحط المانجا ما يختلطوش ببعض. لازم يبقى في حاجة فيصل بين كل طبقة وطبقة بحيث ان ما يختلطوش في بعض. فانا هنا ما كترتش التلج قوي، كان المفروض احط تلج اكتر عشان المانجا والفراولة ما يختلطوش ببعض قوي، بس يعني ما اختلطوش جامد، يعني الاختلاط بسيط. وايه رأيكم؟ الفهنا ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. ما تنسناش بالكومنت وسبسكرايب و... وتدعوا لنا. واللهم اجعلنا من جبر الخاطر نصيب يا رب العالمين.